قمة فينال الشامبيونز ليج معلول في تشكيلة النادي الأهلي في رأيي. 4 دقائق لعب في الشوط الأول، نتيجة صفر. صفرة الترجي في الهجوم، يمشي رودريجو، ترجع كرة عبد المنعم، يضرب ياساس والكرة ترجع إلى أوت في إصابة البداية من علي معلول. الكثير ما تألق ضد الترجي في استاد رادس، وكلنا يذكر ويتذكر فينال ربع نهائي 2017. سجل هدف وصنع هدف، سجل حضوره في كل القمم الافريقيه معلول، ضد سان داونز، ضد الرجاء، ضد الوداد، ضد الترجي. منيح كره من دقائق، يمشي كره ياساس الاهلي في الشكل الدفاعي، منيح في التوجه الهجومي، يمشي كره بن علي، حط الكره خطيره بعيده، شافها دقائق، وصل الكره شجون، مش ممكن الكره تمنعت على رودريجو، مش ممكن الكره نفضت الترجي. اول كره اخطر كره، هذا عنوان الدله، هذا عنوان البروز، هذا عنوان بلوغ الرجل الرائع مصطفى شوبير. انت رائع يا دقائق، اضرب يا رودريجو، والكره ابدا الدخول. اول فرصه للترجي، مش ممكن دقائق. في المقابل في تغيير اضطراري للنادي الاهلي، خروج علي معلول في 6 دقائق من الشوط الاول. التغيير الاول للفريق الاهلاوي، يدخل كريم فؤاد بديلا. ترجي بادي مليح، لونتان باهي برشا. يصاب علي معلول، ان شاء الله لاباس عليه. ترجع كره طويله، رامي ربيعه، الكره الثانيه ياخذ فيها النادي الاهلي، يعكس الوجود خطير من الاثنين. رد بالك، ترجع كره، ايش عملنا في هذه؟ كره من منيح، الاهلي يضغط والتسديده والكره على المرمى. بدا الاهلي يتحرك ويفرض شخصيه البطل، بدات شخصيه الاهلي تظهر في الفينال. حبيبي 25 دقيقه لعب في الشوط الاول، كنت نتصور وكنت مكان مناسب، فامل في انتظار والترقب من الجانبين. دفاع الاهلي ام هجوم الترجي، يمشي دقه خطيره وجياولو، وضربه مرمى من التوغول. كاني اشاهد الشوط الاول من نهايه 2018 في معطياته التكتيكيه، يواصل الدور ويشجع بشراسه وطراوه، والكره خطيره حتى قريبه جدا. وفيق يا مخرج، كره كانت من غيلان الشعلاني. 41 دقيقه لعب في الشوط الاول، 0-0 بين الترجي والنادي الاهلي. خساره هذه، لو كانت في المرمى كادرين تدخل. الشوط الثاني رسميا مصطفى غربال ينهي تفاصيل الشوط الاول هنا في استاد رادس الاولمبي في يوم النهائي الافريقي. الترجي السفري القاهره، غربال يقول الشوط الثاني بتميم انتصار واقتراب من التتويج، فليكون صانعه الترجي التونسي ام يكون رودريجو صنع 2 ولكن لم يسجل البرازيلي داخل. كره خطيره بالراس صعبه جدا، وضعت الكره على الترجي الرياضي. فرصه خطيره والكره قريبه من كره ثابته. ساس رودريجو على القائم الثاني ووصول متاخر لياسين مريح. قلت اهميه الكره الثابته في هذا النهائي. الاهلي اللي تقريبا خسر السلاح هذا بخروج معلول. شوف الكره على القائم الثاني ومحاوله خطيره جدا على دفاع النادي الاهلي. كره تحولت بامتياز من رودريجو، ولكن وسط الميدان يتفوق الفريق المصراوي في الكره الثابته، تمشي خطيره من وسام ابو علي يلعب الكره عن طريق امام عاشور، وصول الكره من الجهه اليسرى الشحات، يدخل الشحات والدفاع، والكره الثانيه من عاشور والكره بره. خطيره جدا ردة فعل النادي الاهلي، سريع جدا الاهلي وقت يلقى مساحات. شخصيا اجد الاعذار لكارتوزو انه ما يحبش الجزاء، لانه كنا نعرف اذا فما مساحات الاهلي سيستثمرها. شوف الخطوره، اول مره يلعب وحده، حاولوه بعيد عليه، يمشي الخطير عاشور، اول دخول لمنطقه الجزاء، ترجع الكره من غيلان الشعلاني. غيلان يحاول استثمار خبره السليم، الكره ترجع بالراس خطيره جدا، رودريجو روجياولو، والكره قريبه من التوغولي ولكن في رايه صفار، في تسلل على الترجي الرياضي. تسديده اخرى، محاوله اخرى للترجي في مباراه ونهائي الفرص القليله، كان تسلل مساعد رفاع الرايه على مريح. شوف التحضير من رودريجو، كره كانت قريبه من روجياولو، لكن في كل الاحوال حتى لو دخلت سيلغى عام. ولاحظوا من الجانبين في هذا اللقاء خاصه في الشوط الثاني فماش مجازفه، فماش ريسك. ترجع الكره من عاشور، تسديده ممتازه جدا وخطيره جدا من امام حذاري، من اخطر اللاعبين في النادي الاهلي. تسديده اخرى على مرمى مماش. شوف ولا لاعب يضغط، ورد بالك تخلي مساحه لامام عاشور. سجل اهداف في اخر اسابيع النادي الاهلي في الدوري،
بهكذا طريقه. غالي اللي من ماتش مازيمبي في نسق تصاعدي. عبد المنعم تمشي كره طويله، فؤاد في دار الدفاع، كره من وسام خليه في دار رياح، خطير جدا وسام، ابو علي التسديده والدفاع والضغط. النادي الاهلي يرتفع نسق الان. قلت الاهلي فريق الشوط الثاني في الشوط الاثنين يمشي على طريق الاهلي، هذه والشوطه وخطيره جدا وقريبه جدا من مرمى النميش. وفي راي الصفاره تسلل على بيرسي تاو. تغيرت المعطيات. الاهلي يريد خطف الهدف، يريد ان يلعب النهائي من الشوط الاول في رادس. برشا نقاشات، قد تكون هناك نوع من مؤاخذات ايضا على كارتوز اليوم في نهائي افريقي. الان 65 دقيقه من لا يجازف، لا تنتظره الحياه. بديل الشحات وممكن افشى بديل عاشور. خيارات الكره الاخيره والكره ترجع النادي الاهلي، يضغط علي الغيلان، تمشي كره وسط الميدان خطيره جدا في دار الدفاع. بيرسي تاو هو الكنترول، خان الشباب الافريقي. مش ممكن في دار الدفاع، كره صعيبه في دار الدفاع بالفعل، كره خطيره. هو الدفاع يتصدى من